ويا صباح الفل على احلى ناس. طبعا انا عارف ان في ناس كتير بتتساءل انا كنت فين الفترة اللي فاتت دي وانا ليه كنت مختفي. وعادة انا يعني من ساعة ما بدأت يوتيوب انا طبعا مانيش مشهور قوي على اليوتيوب، بس في نفس الوقت ما قعدتش الفترة دي كلها ما ظهرش، ولكن دي يمكن تكون اول مرة اخش شوية في ديتيلز شخصية عن اللي حصل. انا ليه يعني غبت قوي كده، والحقيقه ان حصل لي كذا حاجه. يعني انا تقريبا غايب من شهر سبعة. اول حاجه حصلت اني حماية توفى، فاضطريت ان انا انزل مصر وقعدت هناك اسبوع، وبعديها بشهرين والدي تعب، فاضطريت ان انا انزل اقعد شهرين في مصر. فانا كان بقالي قاعد شهرين في مصر، ووالدي كمان توفى الحمد لله، ربنا يرحمه يا رب. فقعدت شهرين جنبه يعني، وبعد كده رجعت على اخر السنه دي، وان شاء الله سنه 2023 تبقى سنه زي الفل عليكم وعليا. ودي زي ما اقول لكم يمكن اول مره اخش في ديتيلز كده شويه، ومش عارف برضو الصراحة أنا يعني هعرف أرجع بنفس الباشن ونفس القوة كانت اللي عندي. يعني في حاجات كتير الصراحة، يعني الباشن قل شوية، الموضوع لأن اليوتيوب كان بدأ يقل شوية الصراحة من بعد الحوارات اللي حصلت دي، فمش عارف. وكنت مصور طبعا في الصيف برضو بتاع 4 فيديوهات ما نزلوش اساسا خالص، مش عارف برضو هنزلهم ولا لا، بس في الغالب هنزل يعني الفيديوهات دي بأثر راجع، يعني هبدأ انزلها يعني ممكن بعد الفيديو ده، لان احنا دلوقتي طبعا في الشتاء وانا كنت مصور حاجات كتير في الصيف الصراحة. قولوا لي برضو رأيكم لو انتوا عايزين انزلها، اكتبوا لي في الكومنتس. دلوقتي احنا هنا في فرانكفورت، ده مكان الناس بتيجي هنا في الشتاء عشان لو انت عايز تيجي تشوف التلج زي ما انت شايف كده دلوقتي. زي ما انتم شايفين الدنيا هنا تلج. يعني عايز اوريكم الحته تحت عامله ازاي. احنا تحت مش تلج، يعني احنا عشان طلعنا فوق جبل فالجبل هنا فيه تلج، لكن تحت مفيش. الجو ساقع بس مش بالنيجاتيف، فبالتالي مفيش تلج. فالناس هنا بتيجي عشان تلعب في التلج يعني، وتقضي يوم لطيف في التلج. وطبعا دي حاجه من الحاجات الجميله جدا. يعني انا الفيديو ده النهارده قصير بس عشان ابدا اشغل شانل تاني لو هبدا ان انا انزل وكده يعني، وعشان في ناس الصراحه برضه سالت انا فين، وفي ناس كتير كانت بتسال عليا وما كانوش عارفين سر الاختفاء المفاجئ ده، فحبيت ان انا اطلع بس اناونس الكلام ده. بصوا تعالى اوريكم الحته التانيه من البلد. بصوا بصوا البلد ازاي مفيهاش تلج. الناحية التانية سبحان الله، يعني الحتة عالية اللي شايف فيها تلج، والحتة اللي تحت مفيهاش تلج. بس في فرانكفورت العادية يعني البلد العادية مفيش تلج، الدنيا عادي جدا مفيش أي حاجة. هو بس لو أنت عايز تطلع تلج تطلع فوق زي لبنان وكده برضه. يعني اللي هيروح أو اللي راح لبنان قبل كده هيبقى عارف إن أنت عشان تشوف التلج لازم تطلع الجبل عشان تقدر تشوف التلج، لكن تحت عادة مش بتبقى تلج قوي زي فوق. زي بقى ما قلنا كده ميزة الدنيا هنا ان الحاجات دي بره عادي، فانت تيجي هنا تدفع بس تذكرة الباص وتطلع هنا عادي جدا، محدش هيجي يقول لك حاجة. بصوا عاملين هنا حركة حلوة جدا، عاملين الشезлونجات عشان لو عايز تيجي تقعد، بس دي بتبقى في الصيف عشان الناس اللي بتتشمس يعني، مش في الشتاء طبعا عشان التلج ده عبارة عن مية، فلو حضرتك قعدت التلج هيسيح عليك فانت هتبقى مبلول لا مؤاخذة. بس طبعا هنا الناس اللي بتحب الاجواء التلج او كده زي كده يجي هنا، بس طبعا لازم تبقى عامل احتياطاتك، جلافزاتك، جاكيتاتك. بس الناس بقى هنا بتيجي تعمل هايكنج، بتيجي تعمل ايس مان مش عارف ايه الكلام ده. المكان اللي انا قاعد فيه عشان اعرف اجي هنا
دافع 11 ونص يورو. هي التذكره غليت، كانت قبل كده زمان ب 10 ونص، لكن دلوقتي التذكره غليت شويه فبقت ب 11 ونص. انا دافع هنا 11 ونص. 11 ونص ده رايح راجع. منظر الثلج يعني بحبه جدا. وقتي واحد قوي ايه كان عامل ايس مان لذيذ جدا. فعلا ايس مان. فرانكفورت مليانه مناظر طبيعيه جميله جدا وخلابه جدا وحاجه كده من اللي قلبك يحبها. كنت هتزحلق زحلقه وحشه، الحمد لله. كل ده كده ايه، شجر. اللي انا عارفه برضه ان بكره المفروض ان شاء الله تحت في يعني لما ننزل تحت دي يعني في البلد تحت، لان احنا هنا طالعين جبل عالي يعني. اللي انا عارفه برضه ان بكره المفروض درجه الحراره هتبقى بالسالب. من الحاجات الجميله برضه في المكان ده ان في هنا كافيه، تقدر تخش بقى وتشرب كوفي بتاعتك. وعندهم انا على ما اتذكر في الصيف اكلت من عندهم تشيز كيك كانت حلوه، والفيو بتاعه حلو برضه. يعني انا فاكر ان كان ليه فيو لذيذ باصص على فرانكفورت، فانت عشان انت في حته عاليه فشايف المدينه الى حد ما. طبعا هنا عشان كل حاجه بتبقى هيتد، فانت لازم تخش تقلع الجاكيت وكل حاجه، عشان زي ما انتم شايفين كده الحراره هنا عاليه قوي. وبصوا بقى المنظر عامل ازاي. الكافيه ده زي ما قلت لكم كافيه باصص على التراس، فمنظره يعني لطيف جدا. وهوريكم المنظر ورا. هو المفروض اصلا في الصيف كمان ده بيبقى مكان الناس بتقعد فيه، بس هو عشان مليان تلج مفيهوش، مش مفتوح يعني، قافلينه يعني. نصيحه خلي بالك لو انت هتيجي اوروبا ان شاء الله في الشتاء، لازم تبقى دايما عامل حسابك ان انت لابس حاجه تحت السويتر التقيل قوي، حاجه خفيفه، مش حاجه خفيفه خالص، مش تيشيرت يعني، بس سويت شيرت، بس ما تبقاش متقل قوي تحت الجاكيت التقيل. لان انت لما بتقعد بره يعني لما تقعد في مكان جوه، الدفايات بتبقى شغاله لدرجه ان انت هتضطر ان انت تقلع الجاكيت زي ما انا قلعت كده الجاكيت التقيل، فلابس حاجه تحتيه خفيفه، فتمام مش قاعد متضايق يعني. انا ولو اني قاعد حرام شويه بس مش متضايق. تعالوا نشوف بقى هناخد ايه. بقى اللي انا جبته لاتيه وتشيز كيك ومعاها ويبنج كريم. فده كان فيديو قصير بسيط صغير طمنكم عني يعني. وان شاء الله زي ما قلت لكم هحاول انزل الفيديوهات التانية كلها بتاعت الصيف باثر رجع يعني، لان هي كانت فيديوهات حلوه الصراحه. اتمنى تبقى سنه سعيده عليكم، ومحدش يشوف حاجه وحشه في حد بيحبه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.